سرطان الثدي ممكن يبدأ بحاجة صغيرة جدا ما تتشافش، لكن تأثيره كبير وخطير. أكتوبر الوردي جه عشان يقول لنا اكشفي بدري تنقذي حياتك. أهلا وسهلا بكم في كبسو كاست سمير وأسامة، البودكاست اللي بنقدم فيه كبسولة طبية علمية بس خفيفة وسهلة الهضم. النهاردة عندنا حلقة خاصة جدا بمناسبة أكتوبر الوردي، الشهر اللي العالم كله بيتكلم فيه عن التوعية بسرطان الثدي. أنا دكتور أسامة ومعايا كالمعتاد صديقي دكتور سمير. أهلا دكتور سمير. أهلا صديقي أسامة. النهاردة زي ما أنت قلت حلقة مميزة. إحنا قررنا ناخد الموضوع من أوله، من أول ما الإنسان عرف المرض ده لحد ما بقينا بنعالجه بأحدث أدوية المناعة والذكاء الاصطناعي. ومعانا كمان ضيفة مميزة جدا، المحاربة الهرمونية اللي بتحارب السرطان جوه الجسم وعلى الأرض. يلا بينا نبدأ. خلينا نقول إننا النهاردة في رحلة من 5000 سنة من ملهوش علاج للأسف لحد 90% شفاء لو اكتشفناه بدري. تعال نرجع 3000 سنة قبل الميلاد. الفراعنة كانوا سبقونا في اكتشاف كل حاجة، حتى سرطان الثدي. صح، عندنا بردية مشهورة اسمها بردية إدوين سميث، كاتبين فيها وصف أورام في الثدي، وكان التشخيص واضح، مرض خطير ملهوش علاج. كانوا صرحاء قوي. لا بروتوكولات ولا عيادات أورام، جملة واحدة وخلاص. وبعدين جه أبو قراط أبو الطب، سماها كاركينوس، يعني سرطان باليوناني. أصل شكل الورم تحت الجلد شبه الكابوريا اللي فردة رجلها. شكله كان جعان وهو بيشخص. وفي العصور الوسطى ما كانش فيه لا كيماوي ولا إشعاع، كان العلاج عبارة عن سكينة وسخونية نار يشيلوا الورم ويكووا الجرح. يعني المريضة تخرج من العملية تحس إنها كانت في معركة مش مستشفى. خلينا ننط لحد القرن ال19. ساعتها ظهر دكتور أمريكي اسمه ويليام هالستد، قالك لازم نستأصل الورم جذريا، يعني نشيل الثدي كله ومعاه العضلات والغدد الليمفاوية، عملية ضخمة جدا. كان هدفه ينقذ حياة المريضة، وفعلا نجح وقتها، لكن على حساب الشكل النفسي والجسدي. لكن مع السنين اتعلمنا ان مش لازم القسوة دي، بقينا نعمل جراحات تحفظية زي استئصال جزء من الثدي معاها علاج إشعاعي. شكرا دكتور شعاع على مجهوداتك معانا. بقينا نقدر نعيد بناء الثدي كمان، يعني المريضة مش بس تتعالج، تقدر تكمل حياتها بثقة. نقول برضو شكرا طبيب جراح. طب والكيماوي جه منين؟ بعد الحرب العالمية التانية اكتشفوا إن غاز الخردل بيأثر على الخلايا اللي بتتكاثر بسرعة. قالوا طيب نجربه على الورم. عارف اللي بيقول جربتها ونفعت؟ جربوها ونفعت فعلا. يعني الحرب العالمية اللي تسببت في موت الملايين طلعت مفيدة في حاجة؟ ممكن نقول كده. ومن هنا بدأ عصر الكيماوي، وبعده الإشعاع دخل معانا كعلاج أساسي. ده رفع نسب الشفاء بشكل كبير. بعد كده اتنقلنا نقلة كبيرة جدا. في الخمسينات بدأوا يلاحظوا إن في بعض الأورام بتتأثر بالهرمونات، وهنا لازم يظهر معانا بطلتنا النهاردة، المحاربة الهرمونية، مراسلتنا اللي بتدافع عن الجسم بالعلاج الهرموني وضد أي سرطان تاني مهما كان شكله أو لونه. أهلا بيك يا محاربة، جاهزة للحرب مع سرطان الثدي؟ أهلا بيكم. أنا جاهزة للحرب ضد أي سرطان جوه الجسم أو براه. احنا بنقدر جدا جهدك يا محاربة. ممكن تكلمينا شوية عن العلاج الهرموني لسرطان الثدي؟ بعض أنواع سرطان الثدي بتتأثر بالهرمونات زي الإستروجين والبروجسترون. دي هرمونات طبيعية موجودة في الجسم زي ما قلنا قبل كده، بس السرطان متعود يستغل الجسم عشان ياخد غرضه ويعيش على حساب السكان الأصليين. الخلايا السرطانية بيكون عندها مستقبلات زي إقفال صغيرة بيمسك فيها الهرمون، وده يخلي الورم ينمو. طبعا احنا عارفين ان ده ينطبق على السرطان جوه الجسم وبره الجسم. بالظبط كده، انت فهمني طبعا. عشان كده لازم علاج يوقف السرطان عند حده. العلاج الهرموني بيشتغل عن طريق انه يمنع الهرمونات دي من انها تمسك بالمستقبلات، وبالتالي يوقف نمو الخلايا. معظم الأدوية إما بتقلل مستوى الأستروجين في الجسم أو بتمنع الأستروجين إنه يساعد الخلايا السرطانية تكبر. الميزة إنه يوصل لأي مكان في الجسم فيه خلايا من النوع ده
مش بس في الثدي، يعني حتى لو السرطان انتشر في أماكن تانية. لكن مهم نعرف إن العلاج ده ما ينفعش لكل الحالات، هو مفيد بس لو الورم عنده مستقبلات هرمونية. بس الخبر الكويس إن تقريبا 2 من كل 3 سرطانات ثدي بيكونوا من النوع ده. بالظبط، ومن ساعتها بقينا نفهم إن سرطان الثدي مش مرض واحد، ده أنواع مختلفة حسب المستقبلات. العلاج الهرموني ممكن يتاخد بعد الجراحة عشان يقلل فرصة رجوع السرطان كعلاج مساعد، أو قبل الجراحة عشان يجهز الورم كعلاج تمهيدي. يعني بقينا ندي علاج في شكل أقراص يوقف نمو الورم. مش بس كده، ده كمان ممكن يستخدم في الوقاية. الستات اللي عندهم احتمال خطورة عالية للإصابة بسرطان الثدي ممكن يستخدموا دواء اسمه تاموكسيفين عشان يقلل احتمالية إن السرطان يظهر من الأساس. يعني ما تستناش العدوى يجي لغاية عندك، اقطع رجله من البداية. وده برضو ينطبق على أي سرطان نشك فيه. شكرا للمحاربة الهرمونية على المعلومات القيمة، دايما بتدينا الأمل. خلينا نكمل الرحلة بتاعت العلاج. في أواخر القرن العشرين اكتشفوا ال HER2، وده بروتين طبيعي بيساعد الخلية تنمو. لكن ساعات بعض الخلايا السرطانية زي سرطان الثدي بتنتجه بكميات أكبر من الطبيعي، وده يخلي السرطان ينمو أسرع وينتشر. عشان كده الأطباء بيقيسوا مستوى ال HER2 في الخلايا السرطانية، لأن ده بيساعدهم يحددوا خطة العلاج، والعلاج بقى متاح لحسن الحظ. عمل تغيير درامي في معادلة العلاج، لأن دواء هيرسبتين بقى بيهاجم الورم بدقة وفاعلية. زي صاروخ موجه، مش قصف عشوائي زي الكيماوي. فاكرين كلامنا عن العلاج الموجه؟ ده واحد من أهم النماذج للكلام ده. وبكده بدأنا عصر الطب الشخصي. كل مريضة تاخد علاج مناسب لجيناتها وخصائص ورمها. دلوقتي عندنا أدوية مناعية، ودي شرحناها بالتفصيل الحلقة اللي فاتت، ما تنسوش تشوفوها. وعندنا أدوية بتؤثر على دورة حياة الخلايا، زي أدوية اسمها مثبطات CDK4/6. إزاي دي بتشتغل؟ خلايا السرطان دي ساعات بيبقى عندها بروتينات اسمها CDK4/6 شغالة زيادة عن اللزوم، وده بيخليها تنقسم وتتكاثر بسرعة جدا. الأدوية دي بتوقف البروتينات دي عن الشغل الزايد، وبالتالي بتبطئ أو حتى توقف نمو الخلايا السرطانية. المستقبل كمان واعد جدا إن شاء الله. الذكاء الاصطناعي كمان بقى يساعدنا في تشخيص صور الأشعة، وبالتالي ممكن نشخص ونعالج بدري، وبكده تكون فرص الشفاء أعلى بإذن الله. طب بعيدا عن العلاجات، أكتوبر الوردي أهميته إيه؟ أهم حاجة التوعية، إن أي ست تعمل كشف ذاتي وتعمل ماموجرام بعد سن 40. واللي عندها تاريخ عائلي تبدأ بدري، ده مهم قوي زي ما قلنا قبل كده برضو. الموضوع مش وصمة، بالعكس الكشف بدري بيخلي العلاج بسيط جدا. يعني بدل ما المريضة تسمع كلمة كيماوي وتخاف، ممكن تاخد حباية وتمشي. ودي الرسالة اللي عايزين نوصلها النهاردة. السرطان مهما كان مخيف والإصابة بيه مؤلمة، في دايما أمل. في نهاية الحلقة نتمنى نكون وصلنا الكبسولة في شكل علمي ومبسط. شكرا دكتور محمد أسامة اللي كاتب الحلقة دي، وشكرا صديقي أسامة. شكرا صديقي سمير. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم الحلقات الجديدة. إلى اللقاء.